أخوي وأختي، أهلا وسهلا بكم بحلقة جديدة من برنامجكم دعوة للتفكير. وموضوعنا اليوم عن راحة القلب. وإذا فحصنا قلب كل واحد منا راح نشوف باستمرار يفتش عن راحة، وأي راحة؟ راحة النفس والقلب وراحة البال. وكل الراحة اللي موجودة بهذا العالم زائفة، لأن التعب يجي منها، مثل القلق والهموم والمسؤولية والوظيفة أو البطالة أو الوضع السياسي أو الاقتصادي. باختصار، إحنا نعيش وسط عالم مظلم، وأظلم وقت مر على البشرية نعيشه هالأيام. وشيء أكيد صار راحة القلب مطلب وحلم كل إنسان. وأقدر أوضح الفكرة بهاي القصة. كان أكو شخص كئيب راح للطبيب النفسي دا يطلب منه علاج لكآبته، وكان يقترح الطبيب عليه أن يروح في نزهة في مكان هادي مع أصحابه. وبعد ما كانت تنتهي النزهة كان يرجع المريض للطبيب ويقول له أن علاجه ما جاب نتيجة ولا جاب فائدة، ويقترح عليه الطبيب أن يسوي شوية تعديلات ثانية في مسكنه، يغير الأثاث إن أمكن، يغير المكان، يسافر مكان بعيد. بعد فترة يرجع المريض للطبيب يأكد له هالمرة بين العلاج ما نفع أبدا. وبعد عدة محاولات فاشلة حتى يرفع الطبيب الكآبة من هذا المريض، قال له الطبيب: بقى عندك علاج واحد بس، إذا هذا العلاج ما نجح ما عندي أي علاج ثاني. سأل المريض: يا طبيب، شنو هو هذا العلاج؟ فرد عليه الطبيب: أكو بالمدينة سيرك، وعندهم واحدة من فقراتهم هناك مهرج كلش حلو ومضحك ويقدم برامج كلش شيقة ومليانة فرح وضحك، روح إله وأنا واثق بأنه هو راح يكون علاجك. اتأسف المريض وحزن أكثر، وقعد واستلقى على الكرسي. سأل الطبيب: إيش بيك؟ إيش صار لك؟ قال: حضرة الطبيب، هذا المريض الواقف قدامك هو اللي يدور على العلاج، هو نفسه المهرج ذاك السيرك. أخويا وأختي، يمكن القصة شوية ضحك، بس هاي حقيقة حالنا اللي نعيشه ونعاني منه. الكل دا يدور على الراحة بهذا العالم، لكن الحقيقة بدون جدوى أو فائدة. وعبر التاريخ والسنين اللي عاش الإنسان صار عطشان للراحة وما يقدر يريح نفسه أبدا، لأن الراحة الحقيقية ما تيجي من الإنسان ولا على الأرض، تيجي من عند الرب الإله. وهذا اللي يخليني أقول أخي وأختي، هناك شخص واحد فقط عبر أرضنا وقال لكل المتعبين: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم. هو الشخص الرب يسوع المسيح، له كل المجد. ربما تسأل سؤال: ليش المسيح وليش مو غيره؟ جوابي بسيط من الإنجيل المقدس، ورح نسمع هالقراءة من المقطع اللي قدم لنا الرب يسوع المسيح، واللي قدم للبشرية جميعا دعوة للراحة، واللي ما جرأ إنسان أو نبي أو قديس أنه قال تعالوا إلي وأنا أريحكم، إلا شخص يسوع المسيح. هو يعني كلامه وصادق بما يقوله، ونقدر نميز ونشوف هاي الدعوة الحقيقية. خلينا نسمع ما قال الرب يسوع: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وثقلي الأحمال وأنا أريحكم. احملوا نيري عليكم وتعلموا مني، لأني وديع ومتواضع القلب، فتجدوا راحة لنفوسكم، لأن نيري هين وحملي خفيف. والشيء اللي يخلينا نفهم أكثر أن دعوة المسيح تمتاز عن دعوات اللي موجودة بالعالم على الأقل ب5 أمور. أول شيء هي دعوة صادقة،
وهو اللي قال: السماء والأرض تزولان ولكن كلامي لا يزول. هاي الحقيقة اختبروها وعاشوها كثير من أبطال الإيمان، والناس المتعبة والحزينة، والناس المرفوضين من المجتمع، وكل اللي قابل يسوع المسيح بالنتيجة نال الراحة والسلام القلبي، مثل ما كان عشار مكروه اسمه زكا، أو امرأة من السامرة كانت سمعتها غير طيبة، مرفوضة من المجتمع، لكن تلقاها الرب بكل محبة وأعطاها السلام وراحة القلب وراحة البال. والشيء الثاني في هاي الدعوة هي دعوة عامة، يعني جميع المتعبين، وما قال جميع القديسين، ولا قال جميع الأنبياء، ولا الأغنياء، ولا أصحاب المراكز، مع أنه إذا إجوا هذول الناس للمسيح همين ينالون الخلاص وراحة البال، لكنه خص التعبان اللي دا يدور على هالراحة من كل قلبه ما دا يقدر يلقاه. والشيء الثالث هي دعوة مجانية، وما قال المسيح تعال وأنا أبيع لكم، بل قال تعالوا وأنا أريحكم. دا تسمع؟ قال وأنا أريحكم. اسمع صوته وهو ينادي العطشان للبر وعطشان للراحة، لأن هو اللي قال: ومن يعطش فليأتي ومن يرد فليأخذ ماء حياة مجانا. سمعت أخي؟ سمعتي أختي؟ تعالوا وأخذوا بالمجان، ببلاش، والدعوة مفتوحة للجميع. والشيء الرابع أخوي وأختي هي دعوة ملحة وضرورية. لما وضع الله آدم في جنة عدن وقال عن الجنة ليعملها ويحفظها، كان عمل آدم بدون تعب في هالجنة الكبيرة، لكن بعد سقوطه في الخطية قيل لآدم من قبل الرب: ملعونة الأرض بسببك، بالتعب تأكل منها كل أيام حياتك. وقال الكتاب المقدس عن الإنسان مولود المرأة، قليل الأيام وشبعان تعبا، يخرج كالزهر ثم ينحسم، ويبرح كالظل ولا يقف. لأن الحياة مشبعة ومليانة تعب، وحياة الإنسان للأسف قصيرة وتنتهي بسرعة، فالدعوة صارت ملحة ضرورية، لأن الإنسان إذا ما اغتنم الفرصة ولبى الدعوة ممكن وشيء أكيد راح يخسر حياته هنا، وللأسف وهناك همنا. والشيء الأخير هي دعوة مقتدرة، يعني تقدر تتحمل وتشيل أتعاب جميع الناس، مو مثل ما كان النبي موسى لما صار بقيادة شعبه ذمر وما قدر وخاف من المسؤولية. اسمع شو يقول للرب: قال موسى للشعب: كيف أحمل وحدي ثقلكم وحملكم وخصومتكم؟ وقال للرب: ألعلي حبلت بجميع هذا الشعب، أو لعلي ولدته، حتى تقول لي احمله في حضنك كما يحمل المربي الرضيع إلى الأرض التي حلفت لآبائه. لا أقدر أنا وحدي أن أحمل جميع هذا الشعب، لأنه ثقيل علي. فإن كنت تفعل بي هكذا فاقتلني قتلا، إن وجدت نعمة في عينيك فلا أرى بليتي. مع أنه كان عدد الشعب في ذلك الوقت 2 مليون شخص، موسى ما قدر أن يكون قيادته للشعب باقتدار وبقوة، خاف أنه ما يكون جدير بالمسؤولية. لكن بعد موسى إجانا الأعظم منه، الرب يسوع، ومهما كان العدد ملايين أو مليارات ما يهم، هو مقتدر في دعوته، وهو مخلص في دعوته، وهو صادق في دعوته لما قال: تعالوا إلي يا جميع المتعبين وأنا أريحكم، لأنه هو قادر على حمل كل الأشياء بكلمة قدرته،
ومكتوب أيضا عن المسيح: به وله خلق كل شيء. أخوي وأختي، كونك متعب في الدعوة إلك، والرب يقول: ليتك أصغيت لوصاياي، فكان كنهر سلامك وبرك كلجج البحر. هل تلبي الدعوة؟ هل أنت محتاج أنك تريح قلبك وفكرك وبالك؟ أنت جربت طول حياتك وما ريحت قلبك ولا فكرك. إجا الوقت اللي تثق في شخص المسيح أنه قادر أن يريح قلبك. تقدر تصلي هاي الصلاة وترفع قلبك معه. قل: يا رب يسوع، أرفع قلبي إليك وسط تعبي وهمومي وأحزاني. مد يمينك وانتشلني من حالة الضياع اللي أنا فيها. أنا محتاج إلى سلامك، محتاج إلى راحة أرتاح فيها عندك. أحمل كل همومي وريحني من داخلي، من فكري وقلبي. نفسي وقلبي كلها إلك يا رب. أنا أشكرك لأنك أنت تسمع لصلاتي. باسم المسيح أصلي، آمين. إن كنت مخلص في دعواك، إن كنت مخلص في صلاتك، ثق أنه الرب سمع ورح يعطيك راحة البال مثل ما وعد. أشكركم ونلقاكم في حلقات قادمة بنعمة الرب يسوع، آمين. بتحس بيا لما خوفي يهزني، لما همومي جوا قلبي تشدني. بتحس بيا لما خوفي يهزني، لما همومي جوا قلبي تشدني. بتحس بيا لما بيضيع الكلام، لما بحملي بنحني وسط الألام، لما عينيا بتبكي يوم أو حزني جوايا يدوم، لما عينيا بتبكي يوم أو حزني جوايا يدوم. بتحس بالجرح اللي بيا وبإيديك تمحي الهموم. بتحس بيا لما في خطايا يضيع مني الأمان، وارجع بضعفي وكسرتي لنفس المكان. لما في خطايا يضيع مني الأمان، وارجع بضعفي وكسرتي لنفس المكان. وتعود وتنسى وتلاقيني بالحنان، وتعوض العمر اللي ضاع مني زمان. ده أنا كنت خاطي رفعتني من وسط طيني نشلتني، ده أنا كنت خاطي رفعتني من وسط طيني نشلتني. كنت غريب تايه وحيد جوا في عينيك سكنتني. بتحس بيا علمتني أرمي بأحمالي عليك، علمتني أنسى همومي بين إيديك، علمتني أرمي بأحمالي عليك، علمتني
أنسى همومي بين إيديك، وانشد أناشيد الهتاف وقت البكاء، حتى في حيرتي ويأسي مليان بالرجاء. تعلى جبالي في الطريق وتعدي أيامي في ضيق، تعلى جبالي في الطريق وتعدي أيامي في ضيق، تفضل لقلبي طول نجاة، وفي وحدتي انت الصديق، بتحس بيا.